انا سلمى، في عمري 31 عام. ما عرفتش هاد القصه ديالي واش غتصدقوها ولا لا، ولكن غنقول لكم غير صدقوها، حيت فعلا هادشي اللي غنقول لكم بصح وهادشي واقع ليا. نتمنى تنصحوني يا البنات. المهم كما قلت لكم في عمري 31 عام، مزوجه بواحد السيد، زوجنا عن حب. بلا ما نقول لكم كيفاش تلاقينا وكيفاش تزوجنا باش ما نطولش عليكم القصه. المهم السيد كما قلت لكم تزوجنا عن حب، انا بغيته هو بغاني كما كيقولوا، يعني ما فرضوا عليا حد، ما فرضتو ما فرضني عليه حد. اش غنقول لكم البنات، السيد تزوجت به كان واحد الانسان معقول، كان واحد الانسان ظريف، واحد الانسان ماشي عصبي، يعني تعرفت عليه واحد المده قصيره وتزوجنا. ايوا اش غنقول لكم البنات، كما كيقولوا ما تثق في شي حد، ولا كيفاش كيقولوا ليها ما تثق في شي حد حتى كتعاشروا ولا بحال هكا. السيد تزوجت به كيقول لي راه غنسكنوا بوحدنا. يعني انا ماشي ضد الفكره ديال ان المراه تتزوج وتسكن مع عائله راجلها، ماشي ضد وماشي مع، يعني حيت كل واحد كيفاش كيعيش حياته، كل واحد كيفاش كيختار حياته. ما علينا. السيد قال لي هكا، انا قبل ما نقول ليه حتى شي حاجه قلت له مزيان، انا نيت بغيت نبعد غير على المشاكل وصافي، يعني بغيت غير نعيش واحد الحياه، انا ما كنطلب حتى شي حاجه اخرى، ما كنطلبش شي حاجه كثيره، كنطلب غير نعيش في الهنا وصافي. المهم السيد هادشي اللي قال لي غنعيشوا بوحدنا. فاش مشيت درنا العرس ودرنا كلشي. ايوا اش غنقول لكم البنات، مشينا وقال لي هنا فين غنسكنوا، يعني عندهم 3 ديال الطبقات، لتحت والوسط والفوق. قال لي غنسكنوا الوسط، الدار ما فيهاش الباب، يعني كيفاش غنسكنوا الوسط والناس بقاو يدخلوا وخرجوا؟ ما فهمتش انايا كيفاش هاد العيشه هذه. ما علينا، قلت نصبر ماشي مشكل، قال لك دابا نصايب، راه مازال كنصايب شي حوايج فيها، راه مازال هادي، ما علينا. قلت نصبر ماشي مشكل صافي. كما قلت لكم سكننا. اشنو واقع، اشنو كاين؟ قالوا لك غنبقاو ناكلوا مجموعين، ناكلوا في الدار لتحت مجموعين، المهم بحال الفوق غير كنعسوا فيه وصافي. قلت ماشي مشكل، الناس كيبانوا ليا طرونكيل، كيبانوا ليا معقولين وداك الشيء، ماشي مشكل. انا قبلت بهذا الشيء، يعني ماشي قبلت به وانما تعايشت معاه وصافي، مشيت ولقيت القضيه هكاك وعشت معاها وصافي. كما قلت لكم كنجمعوا على الماكله هكا لتحت، وهذا الاغلبيه ديال الوقت كندوزو لتحت. الفوق كما قلت لكم تنبغي نرتاح ولا حوايجي ولا هذا كلشي في الدار الوسط. الباب ما تصايب، العام الاول، العام الثاني، العام الثالث، الدار هي. ما علينا. الناس اشنو بغاوني بحال شي خدامه، بغاوني نبقى نشقى عليهم، بغاوني نبقى نطيب ليهم، بغاوني يعني كما قلت لكم بحال الشكل ديال الخدامه. والدار فيها 3 طبقات، يعني خصني نجمع الوسط، خصني نجمع لتحت، خصني يعني ما جمعيش كلشي في بلاصه وحده، كل حاجه فين. ما عرفت شنو قال لهم راسهم. ما علينا. انا بقيت مع داك الوضع. نسيت ما قلت لكمش، كاينه عكوزتي، الشيخ الله يرحمه مات قبل ما نتزوج به، وكاينه اختو وكبيره، وكاينه اختو صغيره، بجوج هما مزوجات، كاينين معنا ساكنين معنا. ما كيبغيو يديروا حتى شي حاجه، امهم كثار منهم وما كتبغي تقول لهم حتى حاجه، صافي كلشي عليا. عيطوا على سلمى، عيطوا هي عارفه هادي، هي عارفه هادي، كيردوني عارفه هادي، يعني غادي ديري داكشي كامل. ما علينا. قلت ماشي مشكل. كنت ناقرو مره وعلاش انت ما ديري هادي وعلاش ما ديري هادي، الشقه خصو يتقسم، خصو هادي، ما يمكنش انايا نسير داكشي كامل، بزاف عليا. ما علينا. الراجل ما مسواقش لهذا الشيء. قال لي واش انا واحد المره جبت له الموضوع، قال لي واش انا ما حلت المشاكل ديال الخدمه، ما حلتي ليكم انا داكشي سوق العيالات، انا ما تمرضونيش ما تبرطونيش. صافي ما كذبش عليكم البنات، انا بدا هادشي كيجهلني. الراجل اللي انا قلت زعما راه مساندني واقف معايا، ولا كيتنفخ عليا ولا كيهضر معايا، بعض المرات كيضربني وكيدير راسو زعما وراه غير ضحكت معاك، وراه انت حسبتيها ضارب وانا راه غير ضحكت. هو راه بصح كيكون ناوي. انا ما يمكنش راجلي وما كنش عارفه واش كيضحك ولا كيديرها بصح. واش غادي نقول لكم، انا كنت صابره على هذا الشيء، قلت ماشي مشكل ماشي مشكل ماشي مشكل. حتى لواحد النهار اختو بدات كتحل عليا فمها، وانتيا اصلا ما كتعرفي ديري حتى حاجه، وانتيا هادي. ما بقات كتنفخ عليا، ما كذبش عليكم، عصباتني. بقينا كنضربوا بالهضره، شويه كنضربوا بصح. المهم بدات كتحاول انها تجرني من شعري. صافي وانا في ديك اللحظه ما يمكنش شي واحد هجم عليك بحال هكا كنتي تخليه. في ديك اللحظه نزلتها الارض وشديتها من الشعر، وفي هذيك اللحظه دخل راجلي. واش غنقول لكم البنات، بدا تيفكنا
دار راسو كيفكنا. ملي وقفت هو يضربني، طرشني البنات، ما كذبش عليكم، واحد الطرشه تا حسيت بالبرق. وانا حيت زعما كيقول لي راه تنضحك وهذا، بقيت كنقرب له، زعما كنبكي وكندير راسي راني مظلوم، ماشي كندير راسي انا اصلا مظلومه، ولكن فاش قربت لي بحال هكا كيحسب ليها حيت قصير غادي تنقزني ولا ما عرفتش شنو قال ليها راسها. قالت راه غنغلبها، ما من طبيعه الحال ما خليتهاش فيها. هو جا في ديك اللحظه ما علينا. قربت له دفعني على الماريو ديال الماعن. عرفتوا البنات الدار ديالي حسيت بها طرطقات. وانا في هذيك اللحظه خشيت يدي، ما عرفتش كاع فين خشيتها. جبت واحد بلا ما نقول شنو هي باش ما يتضربش ليا هذا، جبتها عطيته للراس، ضربته، بدا تيشوف فيا واحد الشوفه، تقرب ليا حدا وجهي وانا نضربه بواحد الكروشي للنيف، رعفته وبدا كيتصدم وكيشوف فيا وكيقول هذه مالها. وانا ما عمرني قلتها لي، انا كنت كنتريني ملي كنت صغيره وما عرفتش شنو يحسب لي وليا، يحسب لي وليا غادي يتفلى عليا، غيضحك عليا، يقدر يدير فيا اي حاجه بغا. وانا كنت غير صابره وما كذبش عليكم البنات، ضربته واحد الضربه راه ما بقى غير تيشوف فيا، وبقات عائلته غير كتشوف فيا. واش غادي نقول لكم البنات، من هذاك النهار السيد تبدل، ماشي 200 درجه. ما بقى كيهز عليا يدي، السيد ولا كيخاف مني، تصوروا معايا، ولا كيخاف مني. عائلته جابوا اللي غادي صايب الباب ديال الدار. ما بقاوش يبغيو كاع يطلعوا عندي، وليت يعني ساكنه في الفوق بوحدي، يعني ما كنشوفهم، ما كيشوفوني. السيد ولا كما قلت لكم كنقول ليه كلمه ما كيعاودهاش معايا. السيد ولا كيخاف مني، راه ماشي كنقول لكم يعني راه ولا مزيان معايا ولا، والسيد ولا كيخاف مني. انا ما كرهتش غير رجعوا كيف ما كان. انا ما نقدرش نعيش مع واحد الراجل كيخاف مني، وانا ما عرفتش شنو غندير مع هذا السيد، ولا تيخاف مني لواحد الدرجه ما تصوروهاش البنات. والله ما عرفت شنو غندير. كما قلت لكم، من غير انه ما بقاش كيضربني، من غير انه كيدير لي داكشي اللي قلت ليه، ولكن فاش كنتناقش معاه ولا شي حاجه السيد كنحس براسي بحال انا اللي راجل ماشي هو. ما عرفت شنو غندير البنات. انا صراحه هذا الوضع ما عجبنيش، وماشي هكا كنت بغيت. انا كنت بغيت راجل، ما بغيتش وليا. انا ما عرفتش شنو غندير لهذا باش غيتبدل. نصحوني يا البنات، نصحوني شنو غندير معاه. غادي نقرا التعاليق ديالكم.